هو احنا ليه الخناق بينا ما بيخلص؟ عارفين ليه في خناقات بتبدأ بمشكلة تافهة وبتخلص ببلوك أو بكلمة طلاق؟ مش عشان مفيش حب، بس عشان انتوا وقت الخناق بتتحولوا لشخصيات تانية خالص. واحد بيطارد والتاني بيهرب. لو انت أو انتي من النمط القلق، وقت الخناق ضربات قلبك بتكون سريعة وبتحس إن العلاقة بتنهار، فبتعمل إيه؟ بتضغط، بتسأل 100 سؤال، بتبعت رسايل ورا بعض وعاوز الرد دلوقتي حالا. انت مش قصدك تنكد، انت بس بتكون مرعوب من ان انت تتساب. اما لو انت او انتي من النمط التجنبي، وقت الخناق الجهاز العصبي عندك بيقفل، بتشوف هجوم من اللي قدامك خنقة، فبتعمل ايه؟ بتهرب وبتسكت وبتمشي، او بترد ببرود يجنن. انت مش بارد، انت بس بتحاول تحمي نفسك من فيضان المشاعر. المأساة انكم بتغذوا خوف بعض. القلق بيطارد فالتجنبي بيهرب اكتر، التجنبي يهرب فالقلق بيتجنن ويضغط اكتر، ودي دايرة مفرغة ما بتخلص بالانفجار. روشتة النهاردة ليكم: التجنبي لما تحس ان انت مش قادر تكمل كلامك، ما تجريش وتسكت، قول انا محتاج نص ساعة اهدى وهنرجع نكمل. الامان في الوعد، بالرجوع مش بالسكوت. القلق لما شريكك يطلب مساحة سيبه يتنفس، ضغطك عليه دلوقتي بيخليه يشوفك عدو مش حبيب. استنى لما يهدى عشان تلاقي حد يسمعك. الخناق مش مين كسبان، الخناق هو ازاي نحمي بعض من اللي بيحصل. الوعي بنمطك وقت الغضب هو نص الشفاء. استنوني في الروشتة الجاية. كنت معاكم نرمين من روشتة ماما. سلام.